نادي ريال مدريد حقق بطولة دوري الأبطال عام 1998، ولكن صار حدث بسيط في نصف النهائي وتحديدا ضد بروسيا دورتموند كان راح ينهي مشوار نادي ريال مدريد بهاي البطولة، والريال ما يصل للنهائي ولا يحقق هاي البطولة. لتفاصيل أكثر تابع معي هاي القصة، ولكن بالبداية بدي منك تدعمني على هذا الفيديو باللايك والتعليق واشتراك بالقناة، وندخل بتفاصيل القصة. في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ما بين نادي ريال مدريد ونادي بروسيا دورتموند الألماني، كانت المباراة على أرض سانتياغو برنابيو. طبعا الجماهير كانت حاضرة بقوة وعم تشجع نادي ريال مدريد. دخلهم اللاعبين والحكام على أرض الملعب لحتى تبلش المباراة، ولكن فجأة حصلت الكارثة. شو صار؟ المرمى انهار. شو السبب انه المرمى انهار؟ بهذاك الوقت كان في الاترا السور مسموح يحضروا المباريات، حاليا ممنوعين بقرار من اداره نادي ريال مدريد. ممنوع الاترا السور يحضروا مباريات بالملعب بسبب اعمال الشغب اللي يعملوها. كان في سور عازل ما بين الجماهير وبين ارضيه الملعب. هذا السور كان مربوط باحبال على المرمى، فبسبب تسلق بعض الجماهير على هذا السور والحمل الزائد اللي صار على المرمى، فانهار المرمى وانكسر من القواعد. الكل كان مصدوم من هذا الشيء، الحكام، اللاعبين، الجماهير، ما حدا مصدق شو صاير. فورا اجوا عمال الصيانه لحتى يقوموا باعمال الصيانه لهذا المرمى ويوقفوا المرمى، ولكن الصدمه انه المرمى ما كان يتصلح لانه مكسور من القواعد وما في اي حل لهي المشكله. بدك مرمى جديد، طيب جيبوا مرمى جديد. ما في بالسانتياغو برنابيو، ما في مرمى احتياطي. إدارة بروسيا دورتموند صارت تضغط على الحكام من أجل إنهاء المباراة بفوز بروسيا دورتموند 3-0 قانونيا، لأن المباراة على أرض سانتياغو برنابيو وما في مرمى، والمرمى انكسر، والسبب في كسر المرمى هن جماهير نادي ريال مدريد، فهن يتحملوا هاي المسؤولية ولازم يخسروا. الحكم كان محتار شو بده يعمل، وفجأة ظهر الرجل المنقذ اللي هو أوغسطين هيريرن. طبعا هذا نائب مدير ملعب سانتياغو برنابيو. فورا توجه إلى المدينة الرياضية القريبة من الملعب لحتى يجيب مرمى من المدينة الرياضية. طبعا أوغسطين وصل إلى المدينة الرياضية ليتفاجأ أنه ما فيها لا حراس أمن ولا عمال ولا أي حدا. المدينة الرياضية مقفلة بالكامل، فاضطر أنه ينط من فوق السياج وهو عمره 63 سنة. العمر مجرد رقم في خدمة نادي ريال مدريد. بعد ما فتح الباب واجهته مشكلة ثانية، أنه الشاحنة اللي جابها صغيرة ما راح توسع المرمى، بده شاحنة أكبر. ففورا صار يبحث عن شاحنة بالمنطقة المجاورة، ولقى شاحنة صافة في كراج أحد المطاعم. فسأل عن صاحبها، لقى صاحبها بالمطعم عم يتناول وجبة العشاء. فحكى معه وحكى له القصة. فصاحب الشاحنة قرر انه يساعده، قالوا اني من مشجعين نادي ريال مدريد وبدي اساعدك. تخيل لو هذا الشخص طلع من مشجعين اتلتيكو مدريد، اوه كان راحت علينا البطولة. فتوجهوا هن الاثنين الى المدينة الرياضية لتحميل المرمى على الشاحنة، واخذوا فورا الى سانتياغو برنابيو. واجهتهم مشكلة بسيطة، انه المرمى اللي بدهم ياخذونه ايضا في حواليه سور، والسور مقفل وما عندهم مفتاح. فقوم يا صاحب الشاحنة قال الحل عندي، بالشاحنة ضرب السور ونزله على الارض. فورا حملوا المرمى واتجهوا الى سانتياغو برنابيو. وعلى الطريق واجهتهم مشكلة ايضا، هي مشكلة الزحمة المرورية، ولكن قدروا انهم يستعينوا برجال الامن، فتحوا لهم الطريق وفتحهم جميع الاشارات المروريه لهي الشاحنه لحتى توصل باسرع وقت الى سانتياغو برنابيو. طبعا بهذا الوقت الحكم كان عم يتعرض لكثير ضغوطات من اداره نادي بروسيا دورتموند لحتى ينهي المباراه. وصلت معه لدرجه خلاص انه بده ينهي المباراه. فجاه وصل المرمى محمول على الاكتاف كانهم حاملين بطوله دوري الابطال، والجماهير بعد ما كانت ساكته ما بتعرف شو مصير المباراه بلشت بالهتاف والتشجيع والاحتفال، لأنه المرمى وصل وراح يلعبوا المباراة. تم وضع المرمى بمكانه، واجوا الحكام مراقبين المباراة أخذوا القياسات المرمى، وطلع كل شيء نظامي 100%. وبلشت المباراة بتشجيع جماهيري كبير، وقدر أنه الريال بيفوز بهاي المباراة 2-0. وبالإياب على أرض بروسيا دورتموند تعادلوا بدون أهداف، وبالتالي تأهل الريال إلى النهائي ولعب النهائي وفاز بلقب دوري الأبطال بعد 32 سنة من الغياب. يعني بسبب خطأ بسيط من الجماهير كان راح ينهي حلم الريال بالتتويج بهاي البطولة، ولكن مثل ما عودنا نادي ريال مدريد بكل بطولة راح يكون إلها بطل. أبطال هاي البطولة بنظري هن الشخصين: الأول أوغستين نائب مدير ملعب سانتياغو برنابيو، والثاني هو جوميز صاحب الشاحنة. وبعد هاي الحادثة وفوز نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، تم تكريم هذول الأبطال. أول شيء صاحب الشاحنة جوميز، بعثوا له بطاقة شكر وكرة موقعة من جميع لاعبين نادي ريال مدريد، وأيضا مبلغ مالي طبعا يستحق. تم تكريم أوغستين صاحب هاي الفكرة المجنونة، وأصبح مدير ملعب سانتياغو برنابيو. بنهاية هاي القصة أتمنى أن يكون توفقت بسرد تفاصيل هاي القصة، وتكونوا أنتم استمتعتوا وأنتم عم تتسمعوا.
بالنهاية أتمنى منكم الدعم على هذا الفيديو باللايك والتعليق واشتراك في القناة، والسلام.